الكل ينظر الآن أننا مقبلون على خاتمة هذه السنة ومقبلون إلى عام قادم، وكثير ما يتغنى الناس ماذا يخبئون العام القادم، ولكن نحن كعباد الله سبحانه وتعالى علينا أن ننظر ماذا قدمنا فيما سبق حتى نستقبل عامنا القديم. لذلك أيها الأحبة أعنون لكم خطبتنا لهذا اليوم لأقول لكم أن السبيل للنجاة هو أن نعرف ما الذي مضى. إذا أردنا أن نعرف أو نصل إلى نتيجة مستقبلية فينبغي علينا أن نعرف ما الذي جرى وما الذي مضى. فالذي جرى أيها الأحبة أنه ترى في العالم الإسلامي الآن هذا العالم الإسلامي الذي يصل من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ليس له راية وليس له غاية وليس له هدف، إنما يتخبط تخبط عشواء. لماذا هذا الأمر؟ لأن أعداءنا عرفوا ما الذي مضى وما الذي ينبغي عليهم أن يصنعوه عندما جابه المسلمين عبر التاريخ، وكان المسلمون يكسرون شوكة أعداء الله في كل ميدان وفي كل مكان وفي كل زمان. ثم بعد ذلك نظروا أنهم حاربوا المسلمين بالفيلة والمسلمون راجلون على أقدامهم، إلا أنهم كسروا كسرة في القادسية. حاربوا المسلمين بعددهم وعتادهم وجحافلهم باليرموك، إلا أن المسلمين كسروا شوكتهم. حاربوا المسلمين في بدر بغطرستهم وقوتهم وشجاعتهم، إلا أن المسلمين كسروهم في بدر. حاربوا المسلمين في كل ميدان، ينظرون إلى عين جالوت، ينظرون إلى معركة حطين، ينظرون إلى المعارك، فوجدوا أن المسلمين انتصروا في كل المعارك وليس لهم ميدان ينتصرون فيه على المسلمين في تلك المعارك. ثم أتوا فنظروا إلى واقع المسلمين على ما ينتصر هؤلاء وهم شرذمة قليلون، وهم أناس لم يصلوا إلى التكنولوجيا التي وصلوا إليها والقوة التي وصلنا إليها. فهموا أن المسلمين لم ينتصروا بعتاب ولا سلاح، إنما انتصروا عليهم بشيء وقر في قلبهم ألا وهو